محمد عبد الكريم، عضو في حزب اتحاد الشعب الاشتراكي. هي الأحداث بدأت بعد تسلسل إعلان الدستوري وطبخ الدستور والنتيجة نتيجة الاستفتاء على الدستور. حصلت مظاهرات هنا في المنصورة، استمرت حوالي 4 أيام. بدأت الأول مظاهرة كانت سلمية جدا عند مبنى المحافظة، في مجموعة ظهرت من عند مديرية الأمن القديمة، حصل اشتباك، قوات الشرطة جت، تم التعامل بمعنى أصح. فضلت الاشتباكات مستمرة لحد مثلا الساعة 6 الصبح. بعد كده اتغير مدير الأمن وجه مدير أمن جديد بتعزيات جديدة، فالأحداث فضلت مستمرة وفضلت المظاهرات مستمرة لتاني يوم وتالت يوم. تالت يوم الأعداد بدأت تكتر، الناس تجينا من القاهرة، ناس تجينا من محافظات مختلفة، كنوع من أنواع الدعم والمساندة إن هم يمدوا المستشفيات المدنية المعمولة في مقر الحزب بالأدوية اللازمة، لأن طبعا كانت الأدوية انتهت. حصل إن قوات الأمن بدأت الأعداد تتزايد، عدد المصابين تتزايد، طبعا كل ده بيطلع على المقر. فحصل قوات الأمن حصلت المقر البوابة من تحت، ضربت الغاز، فضلت حوالي ساعتين تضرب غاز تحت. بعد كده اقتحموا المقر، دخل علينا. كنا حوالي، كان في دكتورين، 2 دكاترة وأنا وواحدة تانية اسمها إيمان. دخلوا علينا وكسروا الأدوية وكسروا كل حاجة ورفعونا على الأرض، تسرق مكانك انت وهو، شتايم وضرب، يعني كسروا وضربوا اللي قدروا يعملوه. بعد كده نزلوا تاني. احنا طبعا يعني اللي هو المصابين اللي معانا ما نقدرش ننزل بيهم تحت، يعني نزلنا بيهم تحت اتسلمنا رسمي، فقررنا نطلع فوقنا الدور الثالث مقر التيار الشعبي، فتحناه ودخلنا قعدنا فيه. بعدها بنص ساعة موجة يعني حصل ضرب تاني على المداخل من تحت. لا بالعكس، ضربوا من البلكونات، العربية واقفة تحت تضرب من بلكونات المقر. طبعا كلنا بدل ما كانت الدكاترة هي اللي بتسعف الناس اللي نايمة على الأرض، بقى الدكاترة هي اللي بتقع مع ضرب كمان غاز أعصاب. فحصلت حالات إجماعات كتير مننا احنا. فجأة لقينا الدنيا بتتكسر علينا، البيبان بتتكسر علينا، تشكيل كامل داخل علينا، ضرب وشتيمة وتكسير في الحاجة الموجودة. كل ده كان معانا صحفي من جريدة الوطن بيسجل مع الناس اللي موجودة. طلع لما شاف المنظر طلع لهم الكارنيه وطلع لهم الاستمارة بتاع تصريح التصوير. فقام عسكري ماسك الكارنيه كده مكسره ومقطع الورقة ونزل فوق ضرب. كل ده طبعا واحنا بنتروق وراه. فمن كتر الضرب اللي هو المنظر بتاع الصحفي ده، من كتر الضرب اللي هو بيتضرب بيه، فالشباك جنبه اللي هو استند عليه كده، اللي هو يعني كنوع من انواع التهديد، اللي هو هرمي نفسي، وشايلينه ورامينه هو كمان. سحبونا بعد ما خلاص ما كانش حد فينا قادر، اللي هو كنا نايمين على الارض من كتر الضرب. لسه جاي ارفع راسي، اللي هو اقول له حد كفايه حرام عليكم، انتم جايب الاستيك وخبطوا على دماغي من هنا. واحد تاني برضه بيكلمه، كان في لونا اليوم بتاع كانوا مخلعينها، فخبط على الحته دي، كل دي كانت دم. شدونا من شعرنا ونزلونا المقر في الدور الثالث، فمنزلنا لحد تحت دردبه من على السلالم. وطبعا في صفين من الامن المركزي واقفين مأمنيننا واحنا نازلين، دول شغالين ضرب برضه فينا واحنا نازلين. نزلنا تحت، المدرعة كانت واقفة، حطونا فيها، كملوا بيشفينا ضرب لحد ما أنا بعد ما دخلت المدرعة ما يجيش 3-4 دقايق أنا فقدت الوعي تماما. ما فوقتش إلا لما لقيت، يعني ما فوقتش إلا وأنا وسط ناس ما أعرفش مين دول، مش قادر أتكلم، مش عارف أحرك جسمي، مش فالناس. أنا فوقت لقيت نفسي قاعد وسط نايم على الأرض وفي ناس حواليا. يعني جيت واحد اشتلني، ركبنا معاه العربية، أنا لحد دلوقتي معرفش هو مين. سألني أنت منين، ما عرفتش أرد عليه. صدفت بحسن الحظ لقيت واحد زميلي بيشاور العربية، تقريبا شافني فيها وكان بيشاور،
فقال له انا فلان الفلاني من الحته الفلانيه، وداني وصلنا لحد البيت. بس يعني صحيت تاني يوم، زمايلي جم خلوني ودوني المستشفى. رحت مستشفى الجامعه الاول، مستشفى الطلبه اللي في الجامعه. جبسوا لي دراعي، كان في شد في سلامه. وبعد كده كان في شك ان يكون في حاجه بمخ واعصاب، لاني ما كنتش بقدر اتكلم، فحولونا على قسم مخ الاعصاب. رحت قسم مخ الاعصاب، كتبوا لي على علاج طبيعي ورقبه لسه ما كنتش بقدر احرك رقبتي. بس يعني كده طبعا كانت كل حاجاتنا متاخده، موبايلات وفلوس وحتى المحافظ. كنت فكرت ان انا اعمل محضر، بس ما لقيتش الشخص اللي انا اروح له يعمل لي محضر، عشان انا واحد يعني اكني زبون داخل اعمل له محضر، انما مش ان انا رايح ان انا اقول له اعمل له محضر عشان يتعمل عليا شروط. كان في جمعيات هو انسان هنا عايز تعمل لي محضر وكده، بس انا رفضت ان فيهم شخصيات معينه انا ما بحبش اتعامل معاها. بس وانتهى الموضوع على كده. بس في ناس يعني قرايب والدتي وكده جابوا لي المحفظه بتاعتي، جاب الحاجه اللي فيها، بس طبعا ما فيش فلوس والموبايل ما جاش. عادي يعني، تمام. وانتهى الموضوع على كده، ما عملتش اي حاجه. حاولت بكل طريقه ان انا اخد حقي، بس ما عرفتش اخده، لان طبعا ما لقيتش الشخص اللي انا اروح له اللي هو يجيب لي حقي، بس من غير ما يعمل من ورايا شهره. فسمعت عن حمله انا ضد التعذيب، فانضميت ليها اول ما عرفت ان انا نزلت في المنصوره. وان شاء الله نكمل مسيره وندور على ناس. اكيد في ناس تانية كتير اتضرت اكتر مني وتأذت اكتر مني، فان شاء الله نحاول نكشف الناس دي، يعني ان شاء الله يجي حقهم في يوم من الايام. في حاجة تانية يا دكتورة؟